السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين حبيباتي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم نتوما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد على قناتي وقناتكم فضاء سندس. اليوم ان شاء الله غنحضروا دجاج محمر بالتغميره بطريقه سهله وسريعه كذلك. فبالنسبه للمقادير البنات، فاحنا هنا غادي نحتاجو، انا غنبدا نخدم وفي نفس الوقت نقول لكم المقادير. عندي هنا 3 ديال الدجاجات، بطبيعه الحال غسلتهم وخليتهم تسقطروا لليله كامله. عندي هنايا واحد جبانه فيها القزبر ومعدنوس، تقريبا نقول واحد الكأس يكون عامر. كذلك غادي نحتاج هنايا عندي الثومه، ندير واحد 4 ديال الدروس ديال الثومه حتى ل5. عندي كذلك هنايا الكركم اللي هو الخرقوم، الفلفل الاسود اللي هو الابزار، عندي هنا السكنجبير. بالنسبه للسكنجبير درت واحد المعلقه يعني كبيره عامره، ودرت كذلك هنا عندي شويه ديال السمن. وبالنسبه للبزار والكركم معلقه صغيره معلقه صغيره. وهنا كذلك عندي زعفران شعره، وغنضيف هذا الدام ديال الزعفران غير باش تعطيني اللون. صافي هادشي اللي غادي نحتاج في المقادير ديالنا. وكذلك غنحتاجو اللب ديال الحامض مصير، ناخذ واحد الحامضه غناخذ لها غير اللب ديالها، وغادي نخليو القشره ديالها للتزيين. هانتوما كيف كتشوفوا معايا، يعني ردوا البال اللي يكونوا دوك العظيمات نزولوهم وناخذوا اللب ديال الحامض. كنعرفوا الدجاج يعني كيبغي الحامض. الا بغيتو ديروا شويه ديال الهريسه ممكن انكم ديروها، لكن ديك الهريسه اللي كتكون محمضه اكثر ما كتكون حاره، فانا هنا ما كانت متوفره عندي ما درتهاش. فاش كتكون عندي راني كنستخدمها. شفتوا كنزول داك اللب ديال الحامض صافي. وغادي نزول ديال الثاني هذاك غير النص، انا غنستخدم كذلك نص على حساب نتوما شحال بغيتو. الا بغيتو يجيكم محمض بزاف استخدموا جوج ديال الحامضات يكونوا ماشي كبار، يعني متوسطين. صافي انا البنات هاد المقادير هذه كلها في الاول كنجمعها غير بالماء. كندير شويه الماء دافي باش يذوب ليا السمن. كيف كتشوفوا معايا السمن انا راه درت غير شويه، يعني تقريبا غير واحد الراس ديال المعلقه، حيت هاد السمن عندي حار بزاف. بغيتوش ديروه ممكن انكم تستغناو عليه، لكن راه كنعرفوه ضروري في الدجاج محمر، كيعطي واحد المذاق زوين. مهم نتوما السمن على حساب اللي عندكم. وهنا الملحه راه ما درتهاش، من بعد حتى غنخلط هاد العطريه اللي عندي عاد غادي نضيف الملح حتى نذوق. عندي السمن مالح وعندي كذلك الحامض فهو كيعطي الملوحه. الا بغيتو ديروا ضامه البنه البنات ممكن انكم ديروها، انا ما استخدمتهاش استغنيت عليها، يعني درت غير هاد الاقامه العاديه. صافي غنكمل انا هنا الاقامه ديالي وغادي نضيف عليها الماء ونشرمل فيها الدجاج مزيان مزيان. يعني الدجاج خاصنا ندخلوا ليه الاقامه مزيان. الا بغيتو تبيتوه ممكن انكم تبيتوه في الاقامه. ما بغيتو شيء ممكن انكم غير ديك الساعه يعني ديروا له الاقامه تشرملوه وطيبوه. انا هادشي اللي درت له، يعني الصراحه ما بيتو شيء في نفس النهار طيبته وراه كيجي بنين، يعني ماشي مشكل. غير الدجاج يكون مغسول مزيان ويكون ناشف، يعني ضروري الدجاج يكون ناشف باش يتشرب ديك الاقامه. صافي كيف قلت لكم هنا غنضيف الماء دافي غير باش يذوب لي السمن، ماشي على ود شي حاجه. بغيتو ديروا الماء بارد عادي، انا كنضيف الماء دافي باش يذوب لي السمن، يعني بسرعه ما يبقاش يعني معقد ليا بحال هكاك. صافي البنات كيف قلت لكم غادي نشرمل الدجاج ونتلاقى معكم ان شاء الله من بعد.
هنا البنات كيف كتشوفوا معايا كملت تشرميل ديال الدجاج ديالي، ربطته من الرجيلات وربطته كذلك من الجنيوحات ديالو باش ما يتحليش في الطياب. انا صافي بحال هكا غنديرو على النار وغادي نبقى انني نحاول انني نقلي فيه حتى يتشرب هذيك القامه. كيف غادي تشوفوا معايا هانتوما كيف كتشوفوا ان الدجاج كيبدا يتشرب القامه، ونحاولوا ان حنا ناخذوا واحد السيخ ونبداو نثقبوا فيه باش هكا كيشرب القامه. عاد كنزيدوا له الزيت، يعني ما نزيدوش الزيت من الاول لان كيدير بحال واحد الغلاف ما كيخليش يشرب القامه. هنا البنات زدت له واحد نص كاس ديال الزيت ورويت عليه بميها تكون سخونه، يعني يكون ما طيب غليان صافي. وغادي نخليه ما كنضيف شيء انا البصله حتى كنزول الدجاج. هنا الدجاج ديالي كيف كتشوفوا معايا بعد ما طاب. هنا الدجاج عندنا ما كياخدش يطيب بزاف، يعني عندك واحد نص ساعه بالكثير صافي كيكون طاب. كيف كتشوفوا كيبقى مجموع ملي ربطته من جهه شنيوحات. هنا الضغميره ديالي راني زدت ليها البصله، ملي زولت الدجاج زدت ليها البصله كيف كتشوفوا معايا. الناس طلبوا لي الضغميره بزاف، يعني كنا هنا دايرين واحد الجماعه ديال البنات فقالوا بغاو الضغميره، فانا كثرتها لهم وما خليتهاش توقفات. هنايا عندي الكبده، هاد الكبده سلقتها مع ضريسه ديال الثومه وريقه سيدنا موسى. صافي وزولتها من بعد ضفتها على الضغميره وخليتها، يعني قلت لكم الضغميره ما خليتهاش وقفات كيف كتشوفوا معايا هنا في الشكل النهائي. بغاو الضغميره تكون كثيره وما بغاوهاش تكون واقفه، زدت عليها كذلك الزيتون وقدمتها اليوم على هذا الشكل. بطبيعه الحال الدجاج حمرته في الفران، دهنته بشويش ديال الزبده وشويش ديال السمن وحمرته وجا الطبق ديالنا على هذا الشكل. كنتمنى لنا الاستحسان ديالكم والسلام عليكم.